بل أحياء عند ربهم يرزقون. مزيد من الحزن والأسى بل وتعصرا للقلب نزف العاملين من جمعية البركة الجزائرية الذين ارتقوا إلى العلا أثناء الواجب الوطني والإنساني في تقديمهم للمواد الغذائية والطرود الغذائية للنازحين في مركز الإيواء التي أقامته جمعية البركة واستهدف البارحة. ونزف إلى العلا جميع شهداء مدرسة صلاح الدين وأسعد الصفاوي الذين ارتقوا إلى العلا شهداء نازحين إلى المقر الذي أقامته جمعية البركة الجزائرية رغم وجود الأعلام ورغم وجود الرايات البيض. أغار العدو الصهيوني لقتلهم والتعثر عليهم هؤلاء الذين كانوا معنا وكنا على مدار